التحرش بقى موضوع منتشر جدا جدا جدا. مفيش بنت ما واجهتش تحرش في مصر. حاجه لوز قصدي يعني ما حاجه زي مرض، يعني بيبقى حاجه مريضه في المجتمعات الشرقيه كلها مش في مصر بس. انا اصلا ببقى يعني ماشيه في العربيه هو اصلا مش شايفني وبرضه بيعاكس. هي الست دي لما تروح على شغلها بالمنظر هي راحت فيه ازاي؟ يعني ممكن تبقى منتجه. انا ما بعكسش الا اصحابي. هي فكره ان الولاد اساسا شايفين البنات دول مش بني ادمين، يعني هم شايفينهم اكيد حاجه تانية. يعني بجد والله ايه ده؟ ريس انت تستهبل. وخلي بالك من الاول وفي الاخر الشباب تعبان يا باشا، والله العظيم الشباب تعبان. الف سنه لازم يتجوزونا يهتلغوا البلاطين. ما تخليك في حالك. وحتى لو البنت عليها نسبه غلط فنسبه غلط 1-2% يعني. بالظبط، مش هتبقى نسبه غلط زي الولد برضه. مش هي اللي بتقول لك تعالى عكسني، هي لابسه كده، دي حريه شخصيه، مش انت اللي تعاقب لها يعني. والله العظيم بطلنا نخاف. ثواني بس اكمل. يعني الحل الوحيد ان انت ما تسكتيش لو حد مثلا حاول ان هو يلمس حته في جسمك على طول بالقلم يعني لو حد فينا ماشي في الشارع ومعاه فلوس او موبايل وحد بيحاول يشده منه اكيد هيقاوم. فتخيلوا بقى لو حد بيحاول يلمس جسمي. ولازم طبعا في الاخر نكون كلنا ايجابيين ومفيش حد يسكت على الظاهره دي. مواقف مثلا ايه بقى، واحد بيتحرش بواحده واثنين ماشيين يقول له بص 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 هيعمل عليها ايه، بص ما تيجي نتفرج، بص ده الواد ده جامد قوي، ده الواد ده فشيخ، بيبقى فرحان ده انتوا كده شويه بالظبط. ده كشك زيع انت عارفه خشوا جوه يكلموا بقى ويفضفضوا ويجاوبوا على اسئله معينه. عقوبة المتحرش اللي يتمسك وبيتحرش ده يعني يتجلب بقى، معرفش نعمل فيه ايه، بس ده نولع فيه. ده مثلا يتسجن يتعدم. مش العقوبه هي اللي هتحل المشكله. as much as يبقى انت في عندك قانون رادع يتم تطبيقه هو اللي هيحل المشكله. يعني انا لما رحت اعمل محضر في الاسم الراجل قال لي ايه محضر تحرش وراح بص لي قوي كده اللي هو كاني بعمل حاجه غلط. بس في الحقيقه احنا اللي هنغير، حتى لو التغيير ده مش النهارده ولا بكره، لا هيتغير. مش هيتغير والله، الناس خلاص والله العظيم هيتغير، ولو ما اتغيرش النهارده ولا بكره هيتغير بعده، ولو ولادي ما غيروش احفادي هيغيروا وهتشوفي. هفكرك. اخويا موت. مش مشكله بس هنبقى غيرنا. نكون اتخذنا اصلا امن دوله. انا حاسس ان هخرج منها اتحبس على فكره. There was a magic kingdom once upon a time. The king and queen were happy and life was very fine. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. انا دايما بقعد اتكلم مع نفسي بس في دماغي، عمري ما اتكلمت مع نفسي اتكلمت كده بصوت عالي وبراحتي وقلت اللي انا نفسي فيه. جوه الكشك سالنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقه يردوا على السؤال ودقيقه يقولوا اي حاجه في نفسهم، اي حاجه. مسج بابا كان بحبه قوي قوي جدا كتير، بس هو محتاج يخس عشان هو بياكل كتير قوي. اوكي. على فكره الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حته في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم او في الحته بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين.